مزقوا مناهج الجماعة، نظموا إضرابات شاملة ومفتوحة، اسحبوا أولادكم من المدارس، استحدثوا برامج تعليمية عن بعد، فكروا بكل الطرق لمنع الجماعة من فرض سياستها التعليمية المدمرة، فنحن أمام أكبر عملية تزوير لهوية شعب كامل. سلوك الجماعة الحوثية يقوض التعايش ولا يتعلق بأفكارها الطائفية فحسب، بل يتجاوزه نحو تعطيل أسس مجتمع حديث، والصمت على سلوكها سيلغي إمكانية تأسيس دولة لعقود قادمة. ما يقدمه الحوثي ليس إحلال رؤية جديدة مكان رؤية سابقة، فما تملكه الجماعة لا يرتقي لمستوى تصور شامل للحياة، بل عملية ارتداد لتشويه الوعي العام، خليط مشوه من الأباطيل وتصورات عقائدية مبتورة لتعطيل وتلويث عقول الأجيال، تمارس تخريبا نفسيا وذهنيا يعيق نشوء عقل متزن صحي وفعال. التلميذ الذي يتغذى خياله بحكايا الخرافة لن يكون قادرا على التفاعل مع مفاهيم الديمقراطية والإرادة الحرة، ولن يفهم شيئا عن المواطنة، سيكون مستعدا للموت انتصارا لرؤية السيء، ولن يتردد عن غرس خنجره في عنق من يعارضه. معركتكم الحقيقية مع السلالة معركة تغيير المناهج، يمكنكم تحويلها لمظاهرة مفتوحة، قاوموها بكل الطرق. وإذا اضطردتم لمنع أبنائكم عن المدارس فذلك أهون من تعريضهم للمناهج المسمومة. الحوثي يسطو على حاضرنا ويفخخ المستقبل، والعار أن تصمت النخبة المثقفة وتتخلى عن وظيفتها في صياغة قواعد الوعي العام وتتركها لأقلية بلا عقل ولا مسؤولية ولا أخلاق. لدى جماعة الحوثي إصرار غريب وغير قابل للمراجعة، لا تكترث لأي رفض، تعلم أن سيطرتها العسكرية سيطرة غير مضمونة، فتسعى لتثبيتها بتخريب التعليم. قد لا يكون بمقدوركم مقاومة وجودها العسكري كمجتمع مجرد من القوة، لكنكم تملكون القدرة على تعطيل نهجها الاستحواذي واستلاب أطفالكم. هنا المجتمع أقوى من السلطة، أنتم جوهر الحكاية، أبناؤك في البيت، ولست بحاجة لشهادة حوثية لابنك كي يغدو معترفا به ويرتقي في الحياة. معاذ الجنيد الشاعر الطائفي يأخذ مساحة الشاعر الكوني عبد العزيز المقالي، عار يستوجب الخروج والصراخ ضد كل ما تمثله هذه الجماعة المارقة. الكرة في ملعبكم، دافعوا عن حق أبنائكم في معرفة خالية من الضغائن وصالحة للتواصل مع العالم الحديث، أو فلتكونوا مستعدين للعيش في انتكاسة طويلة وحده الله يعلم متى ستنتهي.